دينا شغلة تدنا غير نغفكم بالصوت أفتغير نغفكم بالنا صودان و لا باين عنك أفتاد صحيح هذا مو جوسي بتخفي لنا تاني صحيح بدي أخفي لنا أيوة مكة حادة نعم أم بيدخلنا حادة خلت بالي حادة خلت سلسته حادة خلت سلسته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم رسل الله وآله وصحبه أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ففي مثل هذا اليوم من كل عام تشرق على الكون ذكرى عزيزة وتظلل العالم مناسبة كريمة ألا وهي ميلاد خير البرية والرحمة المهداة إلى العالمين صلوات الله وتسليماته عليه حيث بميلاده بزغ فجر الإيمان ورفعت راية الحق ونصر المظلوم وساد العالم الأمن والسلام والحب والوئام نستهل حفلنا الكريم بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب محمد آدم من خلوة جامع عمر بن عبد العزيز ثم كلمة الترحيب يلقيها رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي لمدينة أسمرة السيد محمد سعيد بشير يتبع الكلمة تلاوة مقتطفة من البراق والمولد النبي صلى الله عليه وسلم المسمى الأسرار الربانية من فرقة السيد محمد هاشم المرغني للمدائح النبوية وهي مشكلة من عدة فرق للمدائح ثم نشيدان باللغة العربية النشيد الأول بعنوان خير الورى من كلمات الشاعر الإريتري الأستاذ محمد الحاج موسى النشيد الثاني بعنوان يا ساكن قلبي من كلمات الشيخ سالم إبراهيم المختار والحوار المتخلل للنشيد تلاه الطالبان محمد حسن محمد آدم وتباشير علي عمر لحن النشيدين والإنشاد الطالبتان نورة محمود محمد برهان منيرة محمد أحمد مع فرقة طلبة الخلاوي القرآنية بأسمرة للأناشيد الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم رسل الله وآله وصحبه
زخبركمن زخبركنن السلام عليكم ورحمة الله. لكع كم زالومي برهان كبر دمدامي نبيات صلى الله عليه وسلم برقة بمولادنا كبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أب علم أمان سلام فقر نجسة كل عام وأنتم بخير. بتزبلت قال عزوز الله مدبنا نمفلام تمهراي محمد حسن محمد كاب خلوة جامع عمر بن عبد العزيز كسمعنا يو سعيبونا ينقع بدحن متاكم قال زسمعنا أتو محمد سعيد بشير أبو منبر قباية إسلام أوقاف كتما أسمرا سعيبو كاب أسرار ربانية براقن زتوات مولد كنبابيو بقجلة مدايح سيد محمد هاشم المرقني كابز تفل عليها قجلتات زغمت دحريو كلت أناشد وي مزامور بعرب قداميتي خير الورى زرستا قتمي بإرتراوي قطامي أستاذ محمد حاج موسى قال ايتي يا ساكن قلبي زرستا بعرب قتمي بشيخ سالم إبراهيم المختار كسمعنا يوم أمونغو نشيد زلو زرربت بتمهارو محمد حسن محمد تباشر علي عمر زيمان دمتن بخلتة تمهارو خلواتات نورا محمود محمد برهانن منيرا محمد أحمد مسجوج الله أناشد تمهارو أبيات قرآنات أسمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
صدق الله العظيم. عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. كبران كبراتن أقدم بشمين بشم قبايا إسلام أبكاب كتما أسمرا نقعنا بزي كبر علت زخر للدات نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبصحنا كبل سمع عن نباتا وسن يبلون بزي أقات أمي مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نملأ حزب عالمن إرتران عالمن بحفشان أمنت مسلمنا دما بفلاي نقع أبز خبر بحال أبصحنا أبصحكم إبل لعول الله نهاجرنا عالمن سلام كسانت رقات رهوا كورد الله نلمن بمقصال عصر دخلت ربيع الأول لدات نبي محمد صلى الله عليه وسلم زبسرت كابس المات نبرهان زساقرت علت سلا زخونت كلهم أمنتي مسلمنا بدرجة علم باستفهالي ملك يخبروا نزي أقات أمي بمقبار كبور نبي سيدنا محمد وعلى آله وسلم زحالفي قعزو دعوان أبنتاوي تاريخ هيوتهم المزرزار بولوس أبنتهم تكائي ولدو نمسيقار ولدتات نت بولوس أبنت ناب نبي حزوم نعابيو ممهار عابي أبركتوز سلزلوو عامت مسئ بعابي مسنشتي كله بعابي هنقو تاصبيو كبر علتيو بفلاي أبهصانات دما زي حسس فولي طبلحتا سلزقدف أبهصانات زيادة عزز يخون كبرانن كبراتن زحالفه أوانات كم زلومي إزبوتا كمي يمثل كم زنبري كاب تذكرو زحسس أيقونن كل صوتا علمان زساتفو بعابي مدلاوات يوعل كم زنبري الذكريو لو مجن بمخنيات اتنا عالم أقات موازر لو تلابع إحمام كورونا كوفيد 10 شعاته بمتن قطري انداس انبلنا ونركب يخون مبر زملكوتا أكال هزبي أبقى جزء خينو من انتكاتاتلو كتاو فنوي سلس قبرنا بزا أقات أمي نستوها بنا عدل يمسكن كيمسكن كو حال فايدلن ربنا هاجرنا كاب كله كفاء يحلوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الجنة صلى عليك المعوت اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. يقول عبيد مرغني سأبدأ لنظم بمدح المصطفى وأنبئ بحمد إله ربي حمدا ويتلو له الشكر شكرا في الوجود منمى صلاتي على خير الأنام المبرأ اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. محمد عثمان يقول مقاصدي ثنائي على طب القلوب محامدي بمدح له مدحا يعلي معاهدي هو السيد الممدوح من يوم واحد
على خلق تعظيمه جاء منبع. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. رؤوف رحيم بالعباد جميعهم إذا عد أهل البر هم بحميمهم، يبر إلى جمع الأنام ببرهم ويقتبس منه حنانا بحبهم، فمن مثله في الخلق بان مولع. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. يفوق الأمهات بحنه بشوكتنا يهتم نحظى بمنه، عظيم تودد للعباد بوده لو يرقب في كل هول ببره، له البشر في وجه إذ الخلق تلجأ. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. يعاشر أصحابا بحسن تلطف، يباشر أحبابا بحب تصرف، يخاطب أعداء بنطق تألف، يحاسن أتباعا بغير تكلف، طبايعه أسل وأسل معلأ. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. طبايعه أسل وأسل معلأ. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلوا على الرسول الأعزم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما جاء شهر ولادته التي هي أعظم عطية من الملك الحق متفضل بتلك الهدية، أخذت آمنة في أتعاب الولادة وهي كلا شيء بالنسبة لمعالجة النسوان، ولم تزل وهي في ذلك تتراكم عليها الأعراف العطرية وتزداد بشرى بقرب زهور منور سائر البلدان. وحضرها في ليلة الولادة بعد من الحور العينية، وكذلك من النساء آسية ومريم ابنة عمران، فاشتد بها الطلق لتمام المدة في ليلة الاثنين المطلية بأنوار وأسرار وحكم ورحمة ورأفة وغفران. وكانت الذكى حاضرة عندها أم عثمان ابن أبي العاص ذات الحزوز الهنية، والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف سيد أهل الشكران، فاشتد بها الطلق فوضعته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. يا جميل الله في شمس العلا نوره غطى العلا غطى العلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الصفي نعم الصفي نعم الصفي من ترقى للمعالي واعتلى. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الولي سر العالي سر العالي قد تجلى في المجال واجتلى. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. لطفه يسبي الورى يسبي الورى من حوى كل جمال جملا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. ريقه يشفي العليل يشفي العليل أنفه كالصيف أضوى واصقلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. علمه من العلوم من العلوم كعيون من بحور تمتلى. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. وجهه فاق البدر فاق البدر حلمه يكفي جميعا يا فلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. عينه ترمي الغزال ترمي الغزال ويح قلبي من سهام النبلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. تفلو خمر الحلا خمر الحلا على شربي منه شربا عاجلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. يبدو لي يا مرغني
يا مرغني خذ مرادك ومدادك والطلا. مرحبا بالمصطفى يا مسالا مسالا في مرحبا في مسالا. فالغى قصد نعمة غزي يا فتى فمنائي ومرادي وصلا. مرحبا بالمصطفى يا مسالا مسالا في مرحبا في مسالا. تقشط المصطفى وصحابا ثم آلا فضلا. مرحبا بالمصطفى يا مسالا مسالا في مرحبا في مسالا. من حضر في جمعنا يا سيدي نجينا يا ربي من كل البلاء. مرحبا بالمصطفى يا مسالا مسالا في مرحبا في مسالا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. مرحبا بالمصطفى يا مسالا مسالا في مرحبا في مسالا. مختونا حكمة ربانية شاخصا ببصره إلى السماء فنسألك اللهم ستر الداران. وقد حكت أمه عند ذلك أمورا نورانية وخروج نور معه سطع في الأفقان. وقالت أم عثمان تدلت النجوم ولم تنظر عند ولادته إلا أنوارا عمومية وذلك أنها عمت في سائر الكيان. وقالت أم عبد الرحمن لما سقط على يدي واستهل عليه الصلاة والسلام مقرونتان بالزكية سمعت قائلا يقول رحمك الله فيا هنيئا لها بتلك المجلسان وأضاء لها ما بين المشرق والمغرب من أنواره العذموتية حتى لقد نزلت إلى قصور الروم وكنعان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. آمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين. 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 ثم ارفعوا أيديكم يا معشر الحاضرين والسامعين إلى التي هي قبلة الدعوات العالية فإن الدعاء مستجاب عند هذا المكان. آمين. نسألك اللهم أن تدخلنا في شفاعة نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم العمومية والخصوصية وأن ترزقنا جواره في أعلى الجنان. آمين. وأن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا والقوة البديعية وأن تكفينا شر البرص والجذام والأمراض والجنان ونعوذ بك اللهم من كل آفة ومحنة وعاهة وزلزلة وشدة وعصبية وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش ومكر وأنهان وفقر وفاقة وحاجة إلى مخلوق وضيق ووباء وبلاء وغرق وحرق وفتنة في الدين والدنيا الحقيرية ونسألك اللهم الستر والصيانة والسر والصلاح والمكاشفة والبركة والبر والمغفرة في الأولى والأخروية ولا تمتعنا اللهم بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة يا معروفا بالستران. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان.
عليك يا خير الورى، ما فاح عطر لك في أسمرا. نصلي عليك يا خير الورى، ما لاح بدر لك في أسمرا. نصلي عليك يا خير الورى، ما فاح عطر لك في أسمرا. نصلي عليك يا خير الورى، ما لاح بدر لك في أسمرا. مولد الأنوار قائد الأبرار، نبي المختار نغريك السلام. سالت الأذكار ربيع الأزهار، نبي المختار نغريك السلام. مولد الأنوار قائد الأبرار، نبي المختار نقريك السلام. سالت الأذكار ربيع الأزهار، نبي المختار نقريك السلام. نصلي عليك يا خير الورى، ما فاح عطر لك في أسمرا. نصلي عليك يا خير الورى، ما لاح بدر لك في أسمرا. فادت الأشواق والهوى الدفاق، صاحب البراق نقريك السلام. هادي الآفاق مكمل الأخلاق، صاحب البراق نقريك السلام. نصلي عليك يا خير الورى، ما فاح عطر لك في أسمرا. نصلي عليك يا خير الورى، ما لاح بدر لك في أسمرا. يا بدر التمام يا خير الأنام، يا حسن الختام نغريك السلام. سيدي الإمام قائد الكرام، يا خير الأنام نغريك السلام. نصلي عليك يا خير الورى، ما فاح عطر لك في أسمرا. نصلي عليك يا خير الورى، ما لاح بدر لك في أسمرا. فارغ الدروب هادي الشعوب، سيد المحبوب نغريك السلام. شفيع الأنام في يوم الزحام، شفيع القلوب نغريك السلام. نصلي عليك يا خير الورى، ما فاح عطر لك في أسمرا. نصلي عليك يا خير الورى، ما لاح بدر لك في أسمرا. مولد الهدى شفيع الأنام، منتهى الندى نغريك السلام. سيد الفداء هازم العدا، منتهى الندى نغريك السلام. نصلي عليك يا خير الورى، ما فاح عطر لك في أسمرا. نصلي عليك يا خير الورى، ما لاح بدر لك في أسمرا. في كل زمان من كل مكان، صاحب القرآن نغريك السلام.
يا خير الورى ما فاح عطر لك في أسمرا نصلي عليك يا خير الورى ما لاح بدر لك في أسمرا نصلي عليك يا خير الورى ما فاح عطر لك في أسمرا نصلي عليك يا خير الورى ما لاح بدر لك في أسمرا حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الأب والابن، بل والنفس من خصال الإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قلبي يا رحمة ربي أنت حبيبي حبك شفائي أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد بوجه الأرض. هدمت شركا كذا الأصنام طهرت رجسا حمدا لله أقمت عدلا في كل كون أنقذت شعبا من الضلال. يا ساكن قلبي يا رحمة ربي أنت حبيبي حبك شفائي أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد بوجه الأرض. حب الأطفال والشفقة عليهم ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم وشغل فكره. لاعب الأطفال بل وجعل ظهره الشريف مركبا لهم وكان يؤذيه بكاؤهم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلوات حاملا الحسن فوضعه على الأرض ثم صلى فسجد سجدة أطالها حيث ركب الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته سأله أصحابه عن إطالته السجدة فقال: ابن ارتحلني، أي جعلني كالراحلة فركب على ظهري فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. يا ساكن قلبي يا رحمة ربي
أنت حبيبي حبك شفائي أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد بوجه الأرض أوصيت خيرا بكل طفل كذا يتيما وبالفقير مركبا صرت لدى الحافظ حاضنت طفلا حضن الحنين يا ساكن قلبي يا رحمة ربي أنت حبيبي حبك شفائي أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد بوجه الأرض أنقذ النبي صلى الله عليه وسلم من الوأد البنات بعد أن كن يدفن مبصرات. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ووصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بصفتين من صفاته العلى وسماه باسمين من أسمائه الحسنى فقال عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا ساكن قلبي يا رحمة ربي أنت حبيبي حبك شفائي أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد بوجه الأرض حررت بنتا من الظلام حرة صارت بين الأنام رحمة كنت في كل شأن رؤوفا كنت بأمر الإله يا ساكن قلبي يا رحمة ربي أنت حبيبي حبك شفائي أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد بوجه الأرض حصر الله رسالة نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم في الرحمة فهي محور بعثته ومعلم نبوته فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحصر النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بعثته في إتمام مكارم الأخلاق فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق. يا ساكن قلبي يا رحمة ربي أنت حبيبي حبك شفائي أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد بوجه الأرض وما أرسلت إلا لرحمة للعالم جمعا بلا امتراء وما بعثت إلا كمالا للخلق بين كل الأنام يا ساكن قلبي يا رحمة ربي أنت حبيبي حبك شفائي أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد
بوجه الأرض. لقد أمرنا الله جل شأنه بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بعباده المؤمنين من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. يا ساكن قلبي يا رحمة ربي، أنت حبيبي حبك شفائي، أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد بوجه الأرض. صلى الإله عليك ربي والآل كلا كذا والصحب عدد الحب وماء البحر كذا الشجر مع الحجر. صلى الإله عليك ربي والآل كلا كذا والصحب عدد الحب وماء البحر كل الشجر مع الحجر. يا ساكن قلبي يا رحمة ربي، أنت حبيبي حبك شفائي، أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد بوجه الأرض. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا زين المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. والآن مع كلمة القائم بأعمال مفتي إريتريا سماحة الشيخ سالم إبراهيم المختار، تليها ترجمة الكلمة يلقيها الشيخ أول خير موسى وهب، مدير المكتب الفرعي لدار الإفتاء بالإقليم الأوسط، ثم مدائح نبوية بلغة التجري من تقديم فرقة سيدنا مصطفى للمدائح النبوية. المديح الأول نصلي نسلم، المديح الثاني سلام عليك يا نبي، ثم مدائح نبوية بلغة العفر من تقديم فرقة الشيخ إبراهيم خليل للمدائح النبوية. المديح الأول أحمد نبي، المديح الثاني نبي سلام عليك. سلاتن سلامن نتوم دمدامي نبيات
ሰላትን ሰላምን ነቶም ግርማ ልኡኻት ሰላትን ሰላምን ነቶም ብሉጽ ናይ ብሉጻት ስዒቡ ኣካያዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ክቡር ሼኽ ሳልም ኢብራሂም አልሙኽታር ቃሎም ከስምዑናዮም ብድሕሪኡ ትርጉም ቃሎም ብሼኽ ኣወል ኸይር ሙሳ መራሒ ስራሕ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ኢፍታእ ኣብ ዞባ ማእከል ክቐርብ እዩ ስዒቡ 4 መዳኢሕ ነበዊ ወይ ውደሳን ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክቐርብ እዩ ክልተ ብትግረ ብጉጅለ ሰይድና ሙስጠፋ ቀዳመይቲ ኑሰሊ ኑሰሊም ካልአይቲ ሰላም ዓለይክ ያ ነቢ ክልተ ብዓፋር بجل شيخ إبراهيم خليل قداميتي أحمد نبي كاليتي نبي سلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبعد ففي هذا اليوم الأغر نحيي ذكرى مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم لتكون المناسبة الدينية الثالثة التي تمر علينا ونحن نعيش ظروفا استثنائية بسبب انتشار الجائحة ونحتفل بها في نطاق ضيق ولكن بكيفية تتيح الفرصة للجميع في الداخل والخارج لمتابعة فقرات الحفل فنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لوزارة الإعلام الإريترية وكل الأجهزة الحكومية التي بذلت جهودا مخلصة لنقل هذا الحفل في بث مباشر لأول مرة أيها الحضور في مثل هذا الشهر من كل عام يتجدد احتفال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمولد خير الأنام صلى الله عليه وسلم فرحا وشكرا لله وتعبيرا عن حبهم العميق واعترافا بفضله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم إلى الإيمان أيها الحفل الكريم سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بحر لا ساحل له فإلى قطرات منه لنتحدث اليوم عن صفتين من أخلاقه الكريمة عن الشكر والصبر فلقد كان الشكر دثاره والصبر شعاره فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقدر نعم الله وأن نشكرها ونصبر على الضراء وقد قرن الله بين الصبر والشكر كصفتين في 4 آيات فقال عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أما الشكر فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم منة توجب الشكر لهداية البشرية قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والتحدث بنعم الله هو شكر اللسان والقيام بالطاعة شكر الجوارح والأركان فكان صلى الله عليه وسلم أشكرهم بهما لنعمه سبحانه وتعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. أيها الحضور، إن العبد مهما شكر نعم الله فإنه يقف عاجزا أمام تواترها وتواليها بلا حصر ولا حد، والتي قال جل شأنه عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وختم الله الآية بأنه غفور رحيم، إذ يتجاوز عن تقصيركم في شكر النعم ولا يمنعها عنكم. يروى أن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه التزم الركن وقال: إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وأبليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر، ولا أنت أدمت الشدة بترك الصبر. إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم. أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ وأكثر النعم لا يقدر الإنسان قيمتها إلا حين يفقدها. فمثلا انتشار الجائحة كان مدرسة للجميع في معرفة نعم الله عليهم، فكثير منا لم يلق بالا بنعم كثيرة كان يراها عادية روتينية، فلما حرمها الآن عرف قيمتها. فلا تعرف النعمة إلا بعد زوالها، مما يدفعنا إلى الرجوع إلى الله بالتوبة على التقصير في حقه سبحانه وتعالى، وشكره على نعمه، والابتهال إليه بأن يعيدها ويديمها علينا. أيها الحضور، ومن خصال صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم الصبر، فمع وضوح رسالته ونبل مقصده واجه صلى الله عليه وسلم عنة وإيذاء ومعاندة وافتراء، كما عانى قبله الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. ورب العزة يواسيه ويسليه ويثبته قائلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويقول له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فمن كان في عين الله فماذا يضره؟ وتتوالى عناية الله بنبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم فيقول له: إنا كفيناك المستهزئين، إلى غيرها من الآيات الكريمة. فماذا يساوي مدح المحبين أو ذم المبغضين مع تزكية ورعاية وثناء الله جل في علاه؟ ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا والله في القرآن قد زكاك؟ ماذا يفيد الذب عنك وربنا سبحانه بعيونه يرعاك، صلوات الله وسلامه عليه. أيها الحضور، ولم يكن صبره صلى الله عليه وسلم قاصرا على متاعب الدعوة، بل وعلى مشقة الحياة وشذفها كذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنه لم يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، أي لخبز ولا لطبخ لأشهر. فلما سئلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. متفق عليه.
وهكذا فقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح من أولي العزم من الرسل الخمسة. فالصبر هو طريق الرسل والأنبياء عليهم السلام، طريق مليء بالمشقة والعناء، وختامه ظفر وهناء. فالصبر إذن ليس دليل عجز، إنما هو عنوان عظمة وشارة كمال، وأصدق دليل على هيمنة النفس وتفوقها وانضباطها. أيها الحضور، إن من حق المصطفى على أمته في يوم مولده أن تسعى جاهدة للتعريف بسيرته العطرة وأخلاقه السمحة وشمائله الكريمة، وما تشتمل عليه دعوته من قيم إنسانية نبيلة ومثل روحية عالية، وأن يتخلق بها كل مسلم قولا وفعلا ومعاملة ليكون من المتقين الذين يحبهم الله. من هم المتقون؟ ذكر الله سبحانه وتعالى من أوصافهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتخلق بها دائما. ليس من المعيب أن تغضب، ولكن اكتم غضبك ثم اعفو. وإذا أردت أن يحبك الله فأحسن إلى من أساء إليك. هذه هي الآداب التي دعا إليها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أيها المتابعون والمتابعات لهذا الحفل، من لطفه تعالى بنا أن حفظ وطننا من الانتشار الواسع للجائحة وشفى أغلب مرضانا، ولم تسجل حالة وفاة واحدة. فعلينا ألا ننسى شكر الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا، وتحية إجلال وتقدير للجيش الأبيض، وأن نستمر في أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بقواعد السلامة، ونتجلد بالصبر حتى يقضى على هذه الجائحة قضاء نهائيا، آملين أن يكون زوالها بإذن الله قريبا. وفي الختام نرفع أحر التهاني والتبريكات للأريتريين بالداخل والخارج عامة، والمسلمين خاصة، وإلى قوات الدفاع الأريترية الباسلة والعالم الإسلامي أجمع. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، وزده تقدما وازدهارا، وادم علينا نعمة الأمن والتآلف والإخاء. يا سابغ النعم ويا دافع النقم، ارفع عنا هذا الوباء والجائحة عاجلا غير آجل، واعدنا إلى مساجدنا لنعمرها بالطاعة ونستمتع بالعبادة فيها، واعدنا إلى مساجدنا وإلى حياتنا الطبيعية. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وكل عام وأنتم بخير. كبراتن كبرانن بمخنيات زخري علة موليد كبر نبي صلى الله عليه وسلم انقعنا بزي كبر علة أبصحنا أبصحكم إنه لموين نسالساي جزي نزي كبر بعلنا بسنكي زرقحي حمام كورونا أبزي نبور كنتات بزيز أبابي أقباب نبعلو اللنا انتخوني كلو أبوشت اندقن زلو مئنتي ككاتاتلو نمجمرتا جزي بقطتا كمزفنو سلز تقبري نمنستري زينا هاقري إرتران نخلم إذي مدب عوت نخخون زعارو أقلات منقستي زل علي مسقانا نقرب يقن يلنا كبرات تساتفتي تاريخ ناي كبور نبي صلى الله عليه وسلم
درت زيبلو بحريو قالي كابقو بجلفان مقلاص نلومي بزعبا كلتا أقدستي ملالي واسكنبل نسندما ممسقانن تعقستن إيان كبور نبي صلى الله عليه وسلم مسقانان الله قل بابهم تعقستي ما ترأسهم نيرو سلزي سقاتاتنا يربي واقا كنهبون كنا مسقنن أبقزي شقر تعقستي كنا زوترن مهيرو منا ربي سبحانه وتعالى ندك سبات زلقصوت سقا سبسبكا أي ودائن إيو دك سبات نبوزوح سقاتات كدمي اندها اللوي أبكاب زي مستبهال واقا كي هبوو يصنحمو مسعنو واقا كمزلو يردؤو نأبنت زرقحيت لبادي حمام كورونا نخلو تمرتي زاق السميو سلازي نتي ربي زعدل الناس أقاتات كعقبلنان كوسخنان نام قدون ملس توبان بل محرتون احتت بقبو نمسقنو كبرات تساتفتي سبري ويتعقستي كبر نبي صلى الله عليه وسلم أبدعوا ويتاوعيت زقات أموم زنبريت أقامات زت حسري أي نبرن اقاداء أبهوتهم زقات أموم بدهتات كي ترفي تعقستي مللي نبري كبرتي بعلت بيتهم مدينا عائشة ربي يفتولن كم زبولو نأوارح أبقزان دا نبي صلى الله عليه وسلم نمقبي يخون انقرا حوي كي تأقودي يحلف كم زنبري يقلتام انتاي تمقبون يركم تباهيلا مستحاتتا تمرن ماين قلبنا نيرو كبلا ملسا إذي عينت تعقستي أحلفهم نبي صلى الله عليه وسلم صبري ويتعقستي مقدي نبياتيو حقوز قوز زملاء مقدي مودعت أغن عوتن رهوان يوم سلازي تعقستي ملكت دخمت أيقونن وقاداء حلاقت كبرن فتصمنتن يوم اتحق أنيا مقلتي نفسخا مسعرن نفسي قطعتن مرققاتن يوم كبرانن كبراتن أبزخري على تلدت ناي مصطفى صلى الله عليه وسلم أمتهم ويسعبتهم هنقبرو زقبعنا كبري سبقونتهم زتقالالي تاريخهم كبور طبايومن نخالقوت مفلات كوينو كلو أماني مسلم بقال كوني بتكبر أصروم كختلن بلك أبنتاوي مسلم كخونن يقبا كبرات تخاتلتي الله سبحانه وتعالى سناي فقادو كينو هاجرنا كابز تغانني زرقاحي حمام كورونا حليلنا اللو زبزحو كاب حموماتنا حو يوم بمخنيات كورونا نموت التقالعي يبلان الحمد لله مسقانا كنرسع يبلان بزي أقاتامي كبرن مقوسن نصعدا سراويت كالي إذا حمام تقليلو كساب زتأفئ شلل كيبلنا بزملكوتو أكال زوتأي ممرحيتات بقبوء كنا تقبر تنقاقتات كنا زوتر دحنتنا كنحلون تعقستي كنحنقتن يقبا أما ودعتا أبوشتن وطأن زركب هزبي إرترا بحفشان مسلمين دما بفلاي يوهانا نحيلتات مكلخال إرتران هزبي مسلم علمن بحابرا يوهانا إبل هاجرنا قاب كله كفوء يحل ولا كبرتن معبلتن بلتقتن يقبرلنا إزي تلابعي حمام ربيك أنتيتو أبز قربة قزي يلعللنا نام مسجدنان نبر هيوتنان يملسنا أمين وشكرا